لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان. معايا فرخة معتبرة، دي 3 كيلو يا جماعة. تمام. فرمت بصلاية وحطيت عليها نص معلقة فلفل اسود وهقلبهم في بعض عشان بس اعمل مساج للفرخة بتاعتي قبل ما احشيها. اقلب بس الفلفل الاسود، المساج ده بيفرق مع اي لحوم يا جماعة. بصلاية مفرومة وعليها شوية فلفل اسود، واعمل بهم مساج للفرخة من بره ومن جوه. طبعا الفرخة انا فتحتها من تحت الجلد علشان لما اجي احشيها، ولو قدرت احط بين الجلد احطها بين الجلد، بس احاسب بالراحه علشان الجلد بتاعها ما يتقطعش مني، لان طبعا الفراخ البيضاء ما بتستحملش حاجه خالص. طاسه على النار او صينيه زي كده، احط فيها بصلتين مبشورين، احمرهم كده لما ياخدوا اللون اللي انا عايزاه. كده هنبدا ننزل بالكبد والقوانص بتاعتي. انا مكتراهم يا جماعه لان انا عايزه اطبخ رز بالخلطه. الولاد طالبين مني رز بالخلطه مع الوصفه بتاعت النهارده. نص فلفل اسود، ولو طبعا برضه نص ملح، بس مش هضيف اكتر من كده. كده اهو الكبد والقوانص بتوعي اخدوا يعتبروا ربع سوا. ابدا انزل عليهم بالرز بتاعي. طبعا اشوح الرز بتاعي معاهم، اقلبه كده فيهم كده. انا حابه اضيف عليهم معلقه حلوه كده من صويا صوص الغامق، عشان بس هو مش هيغير لي في الطعم، انما هيغير لي في اللون، هيخلي لي لون الرز حلو. اللون الباقي هو البني الحلو ده، انا حابه اللون ده. ما اداليش اللون لسه، اضيف كمان معلقه. ابدا بقى اضيف عليه الميه بتاعته. طبعا مش هضيف عياره كامل، هضيف نص العيار بتاع الرز. اضيف عليه شويه ملح لان ما حطيتش ملح طبعا ده عيار الرز اهو. نص سوا اهو. انا طبعا هديت النار عليه، اخد الكميه اللي انا هحشي بيها الفرخه بتاعتي. ارجع بقى لبقيه الكميه بتاعتي دي، اديها بقى بقيه العيار بتاع الميه، اللي هو بقى في ناس كتير بتتلخبط فيه، ان هو يا دوبك قربت الميه، قربت الرز، قربت الرز كده زي ما انتوا شايفين، وعلى النار بقى علشان يرجع تاني يغلي مع بعضه تاني اهو كده. لما يستوي وقطع. طبعا ده الرز بتاعي اهو. عايزه بقى اشطشط الخلطه بتاعتي. هضيف عليه قرن فلفل احمر كده حراق كان موجود عندي، قلت اقطعه كده على الفرخه بتاعتي اهي. ابدا بقى احشيها معاكم. طبعا معايا كيس حراري اهو،
افتحوا بالراحه لانهم رقوا كتير قوي، ما عادش زي بتاع زمان. طبعا يا جماعه الخضار بتاعي مش هيستوي على الضفار قوي، فلازم اضيف عليه كوبايه ميه. هضيف عليه حوالي نص مجة ميه كده. اخرج بقى الهواء من الكيس. الكيس اخرج بس ايه نشوف كده تقريبا صغيره، بس بحيث الكيس ما يفرقعش والحاجه بتاعتي ايه تستوي. زي كده حلوه قوي، عملت هنا وهنا ممكن كده كمان، بس كده حلوه قوي. يا جماعه الرز بتاعي اهو ما شاء الله اهو بعد ما استوى اهو. قد ايه مفلفل وقد ايه جميل. اوريهولكم بقى مع الفرخه بعد ما تطلع من الفرن. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتية وناس بتهيس، والكل اتجمعوا في تراويحك يرجعوا، في المغرب يفطروا على الأذان.